ويا صباح الفل والهنا على احلى اخوات في الدنيا، عاملين ايه؟ بحبكم في الله. لو اول بقى مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع كل التوفير وكل التدبير ان شاء الله. بس قبل ما نبدا في اي حاجه نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت بقى فضلا وليس امرا تشتركي في القناه وتحطي اللايك بتاعك الجميل ويكبر خاطرك ربنا. اول حاجه كده جهزتها وهي عملنا فطار حلو كده متين، علشان ايه اليوم عندنا في نزول سوق وفي مشتريات وحاجات كتيره جدا، وان شاء الله هديكي مشتريات 15 يوم من غير ما تنزلي تجيبي اي حاجه من تحت، وان شاء الله يوفر معاكي جدا جدا الفيديو ده. اليوم ده صراحة كان يوم الجمعة، بس أنا طبعا انتوا عارفين ان السوق عندنا هنا يوم الخميس، فأنا حبيت أبدأ معاكم بالفطار شوية. طبعا يوم الجمعة كلنا موجودين، فحبيت طبعا ان أنا أعمل فطار متين كده. وصراحة يا بنات مش يوميا ان أنا بعمل فطار يعني سفرة كاملة زي كده، لا أنا ممكن أقضيها سندوتش جبنة خيارة مش عارفة ايه، بدل لو مش في حد هيفطر معايا. لكن لو هنفطر كلنا بعمل فول وبطاطس وطعمية ومربى وجبنة وخيار زي ما انتوا شايفين كده، وحاجات تفتح النفس، علشان طبعا هي وجبة الفطار اللي ممكن تقعد معانا فترة طويلة بقى طول اليوم عبال ما نشوف الغدا فيه ايه وبيتنا فيه ايه النهارده. كده بقى قالت طبعا لازم اللي متابع سارة عارف ان لازم طبق البتنجان بالدقة ده هو اللي بيظبط الدنيا في الفطار. وكده كنت جهزت الفطار بألف هنا وشفا. النهارده بقى يوم الخميس نزلت السوق، وعايزه اقول لكم الاسعار يعني بجد يا بنات. الطماطم راحت في حته تانية خالص يعني اسعار الطماطم راحت في حته تانية خالص. صلى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك لو نسيتي يا اللي قاعده بتتفرجي عليا ونسيت اللايك حطي اللايك. عشان كده دايما بقول الفيديوهات اللي فاتت يا بنات نجيب طماطم ونفرزها لما تكون ب5 لما تكون ب10، نجيب طماطم ونفرزها. هنا بقى ايه، كنت نزلت السوق وبنروح السوق بايه، بسبت. بناخد سبت كده ونحط فيه عباية تبقى مخصصة لحاجة السوق، وبناخد سبت او شنطة يعني حاجة من الاتنين. جبت ايه بقى، جبت بطاطس، والبطاطس كان سعرها الكيلو ب10 والاتنين كيلو ب25. انا جبت من دي وجبت من دي، بس مش صراحة مش هضحك عليكم، انا كاستعمالي الاتنين ب25 احسن من ام10 بكتير. ام10 صغيرة بس هي برضو بتديكي نفس التحمير ونفس كل حاجة، فاللي هيوفر معاكي هاتيه. انا جبت صراحة جبت ب10 جبت 3 كيلو ب30 جنيه، وجبت 2 كيلو من اللي هي ام25 اللي هي الكبيرة دي. يعني الصغيرة جبت 3 كيلو والكبيرة جبت 2 كيلو، بس كان الكيس دوت فرط من ده فحطيت من ده على ده يعني. فجبت كده بقد ايه، ادا 25 و30 كام يا بنات، 55 جنيه بطاطس. وان شاء الله يكفونا ويوفونا ويعدوا كمان معانا ال15 يوم باذن الله. مش لازم نعتمد يوميا على البطاطس، ممكن يوم او يومين 3 نفوتهم كده. جبت بطاطا، والبطاطا كان سعرها ال2 كيلو ب25 جنيه، يعني الكيلو ب12 ونص. بصوا بقى البطاطا دي انا بسميها الحلا الاقتصادي جدا جدا. ممكن تكوني مثلا في الاسبوع ده اخر الشهر مش معاكي تجيبي فاكهه، مش معاكي تجيبي حاجات حلوه، ممكن تعملي بطاطا بالمهلبيه، ممكن تعملي بطاطا مشويه بس كده للولاد حلوه ومغذيه وجميله جدا. على يوم مثلا نعمل صينيه كنافه على حاجه زي كده فنمشي اليوم. هنا جبت الطماطم، والطماطم دي بقى كان سعرها ب12 ونص، الكيلو ب12 ونص. فجبت صراحة ب50 جنيه، جبت ب50 جنيه طماطم الكيلو على 12 ونص، صغنونة بس حمرا وجميلة وجامدة وهتقضي الغرض. مش لازم نروح نجيب من ام25، الاتنين كيلو ب50 جنيه مش هيكفونا يومين على بعضهم. لا انت حاولي ان انت تدبري كده وتوفري، واللي هتلاقي يوفر معاكي هاتيه. يعني انا عايزه اقول لكم ان الطماطم دي والله كانت عسل عسل، بس انا رايحه السوق بدري، فالأمة البدرية منسية فعلا في حوار السوق ده. تروحي تلاقي الحاجة طازة، الراجل بيفرز من العداية الكبيرة في العداية الصغيرة، فهتجيبي أحلى طماطم زي كده. الكيلو ب12 ونص، الاتنين كيلو ب25 جنيه، يعني هتجيبي ال4 كيلو ب50 جنيه حلوين قوي. طبعا ده كمان لو انت مفرزة عندك في الفريزر هينفع كمان معاكي ال4 كيلو وهيعدوك كمان. جبت بصل، والبصل صراحة كان أسعاره يعني مش موحدة، اللي بيبيع ب10 واللي بيبيع ب15، مش كله. انا صراحة فضلت كده اتمشى في السوق وانا شايلة الحاجات، فلقيت الراجل بيبيع الكيلو وربع ب10، صغير على كبير، وعودي بقى ونقي انتي الحلوة. قعدت صراحة جبت الكيلو وربع ب10، فجبت ب20 جنيه، قلت مش هيخسر خالص وهيكفيني كمان، ممكن يعديني ال15 يوم. فجبت الصراحة بال20 جنيه. فاحنا قلنا 55 بطاطس و50 طماطم ادا 105، 25 بطاطا 130 جنيه، 130 جنيه و20 بصل 150 جنيه.
150 جنيه. وجبت ايه تاني؟ جبت ب10 جنيه ليمون كيلو الا ربع ب10 جنيه. هو الراجل قال خد الكيلو الا ربع ب10، قلت خلاص مش هيخسر برضو، الشتا داخل علينا فاهمين انتوا الليمون بقى. فجبت ب10 يبقى 160 جنيه. وجبت الفلفل، بصوا كان صغير كده وبلدي، بس عايزه اقولك كان طازه طازه جميل جدا. كان لسه الراجل كده بيفك البلاستر من على الكرتونه وكان حلو قوي. فمش شرط ان الحاجه تكون صغيره ان هي مش هتبقى حلوه، لا ده ممكن تكون حاجه طازه زي كده وجميله وطعمها بلدي وحلو. فجبت الكيلو، كان الكيلو عامل 10 جنيه. فجبت كيلو على بعضه صراحه، نقيت احمر على اخضر. نعمل دقه سمك، يكون عندنا برضو النوعين يعني. وساعات برضه احنا كأمهات مصريين ممكن نستغل الفرصة، ومثلا لو عايزين فلفل ألوان نطلع فلفلاية حمرا من الصغيرة دي على فلفلاية خضرا، وفي ثانية عملنا فلفل ألوان. حطي بقى اللايك لو وصلتي معايا لحد هنا، وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بالله عليكي تدعي لي أفعل القناة وعيلتي الصغيرة تكبر بيكم إن شاء الله. جبت البتنجان، والبتنجان صراحة كان الكيلو ب15 جنيه، الكيلو ب15 جنيه. فأنا جبت كيلو. عايزة أقول لكم البتنجان دوت ممكن يعدي الأسبوع كله والله ما أعمل بيه أي حاجة. إن مثلا خلاص بقى لو لقيت مثلا الأسبوع التاني هيجي عليا، ممكن أخلي لي حبة أعملهم بدقة. أعملهم بدقة، أسفة على صوتي علشان عندي حبة برد. وعايزه اقول لكم ان انا سجلت لكم الفيديو ده ونزلته قبل الفرح، علشان عقبال يا رب كده اولادكم جميعا، والبنوته اللي بتتفرج عليا واللي ما اتجوزتش ان شاء الله تتجوز. عندنا فرح بقى الاسبوع اللي احنا فيه ده ان شاء الله يوم الخميس. فحاولت ان انا انزل لكم الفيديو ده كده علشان اكون برضو معاكم، ما تنسوش القناه فجبت كيلو بتنجان، وقلت برضو يفضل في التلاجة مش هيخسر. احنا قلنا 160 بالليمون و10 فلفل 170. وجبت 15 بتنجان يبقى 185 جنيه في الخضار. يعني انا شايفاه ان هو حلو جدا، ولسه هنشوف معانا ايه تاني. جبت بقى مكرونه، والمكرونه الصغيره دي عايزه اقول لكم تحفه وروعه في الاكل، جميله جدا. تحمريها، تعمليها بلبن، تعمليها بطماطم، حلوه جدا. فصراحه جبت ب 15 جنيه مكرونه، وجبت ب 15 شعريه، وب10 لوبيا. وعادي عادي، وارجع اقول تاني عادي ان انت تروحي لبتاع البقوليات تقولوا له عايزه ب10 لوبيا و10 فاصوليا، مش هيقول لك لا. صراحه بقى عايزه اقول لكم ان انا بحب الزيت ده قوي قوي قوي. يعني بصوا في انواع كتيره جدا في السوق، بس انا بحب اللي هو اوليكس ده، حلو جدا. والازازه كده فيها بركه، وسعرها كان عامل 65 جنيه. ودايما بسمي كيس البقوليات ده الكيس اللي بياخد الفلوس. احنا قلنا خضار 185، وجبت ازازه زيت ب65 جنيه، ادا 190، وهاتي 10 250 جنيه. 250 و15 مكرونه و10 لوبيا 275 جنيه. وايه تاني، و20 او 15 شعريه. فيعني الحسبه كلها لا تعدي ال 500 600 جنيه بالسمك بالحاجات دي. فانا شايفه ان هو حلو جدا يعني. جبت خيار، والخيار كان كيلو. بصوا هنا بقى التليفون وقع، قدر الله ما شاء فعل. الخيار كان الكيلو ب15 جنيه، الكيلو كان ب15 جنيه. فانا صراحه جبت كيلو وربع ب20. وجبت نص كيلو من الكنافه ب15 جنيه. ليه بقى؟ زي ما انا قلت لكم ممكن مثلا يعدي الاسبوع ما جبناش فاكهه، ما نزلناش كده، نعمل صينيه كنافه حلوه في يوم، ونعمل بطاطا في يوم، ويعني ايه الدنيا تمشي كده. بس صينيه الكنافه دي انا بحبها جدا، كوبايتين سكر على كوبايتين ميه، ونعمل احلى صينيه كنافه والولاد يحبوها. يعني مش لا مش شرط بس ان احنا نعملها في رمضان يا بنات، لا عادي ممكن نجيب جلاش ونعمله كنافه ونعملها، واوفر واحسن من نشتري من بره. وجبت جرجير علشان السلطه. اليوم ده بقى كنت هعمل سمك، وكنت رايحه لبنت اختي كانت والده يعني ربنا يقومها بالسلامه، فكنت هعمل سمك على قد اللي هيقعدوا في البيت بس. كنت بوريكم بقى طبق الهريسه ده نص كيلو كده على بعضه. لازم هريسه يوم السوق. يعني بص حتى لو انت هتعملي في البيت، لا لازم تجيبي لهم هريسه جاهزه يوم السوق. فطبعا انت ما يكون يعني ممكن ما يكونش عندك العاده دي، فتوفري فلوس الهريسه تجيبي بقى حاجه تانية. جبنا بقى ايه المشتريات رمضان. جبت العلبه ديت، والعلبه دي كان سعرها عامل 20 جنيه، حلوه جدا وعجبتني ومحكمه الغلق كده. تحطي فيها رز، تحطي فيها مكرونه، اي حاجه فرط عندك. لو حتى لو هتحطي الاكياس مثلا ارباع كده ببعضها بدل الدوشه، وتحطي فيها اي حاجه، هتعملي فيها مخلل، حلو قوي. عجبتني وعجبني سعرها. بصوا هي مش كبيره، هي حجمها صغير بس مش كبيره. وجبت المعلقه اللي انا كنت بوريها لكم دي، ودي كان سعرها 10 جنيه. ويونس كان عايز يشاركنا هنا بقى في الموضوع. كان سعرها 10 جنيه المعلقه، يعني ولا حاجه. فجبتها برضو وركنتها على جنب. والاسبوع اللي قبله كنت جايبه مقصوصه وبرضو شلتها على جنب.
فانتي حاولي كده كل سوق مثلا تجيبي حاجه ب10، تجيبي حاجه ب15. هنا بقى كنت خلاص خلصت وعملت السمك واتغدينا، ورحت عند بنت اختي السبوع بتاعها، ادعوا لها بقى كده ربنا يتم لها كده فرحتها على خير. ورحنا بقى عبينا السبوع.